السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. ايه رأيكم النهارده نعمل مع بعض شيش طاووق؟ طريقته سهلة جدا وما بياخدش وقت خالص في التحضير. عايزه اقول لكم بقى من الاكلات اللي الكل بيحبها. يلا ندخل على الفيديو على طول ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش لايك وشير يا بنات لو عجبكم الفيديو. بصوا الفراخ دايبة وجوسي كده وطعمها تحفة. اول حاجة انا معايا طماطمتين كده 3، لان الطماطم بتاعتي دي كانت صغيرة، وبصلاية متوسطة، قرنين فلفل. هنضرب الكلام ده كده في الخلاط او في الكبة ونحط عليه ربع كوباية من المية او نص كوباية. احنا عايزينه يتفرم فرم ناعم خالص، يبقى عامل زي الايه، زي العصير كده. هننزل بقى كده عليه على المصفى علشان نصفيه كويس. احنا مش عايزين بقى التفل بتاع البصل ده والطماطم خالص. هننزل بس كده المية هي اللي هنستخدمها. طبعا البصل ده ما ترميهوش، تعملي منه بقى كده جنب الشيش ده شوية مكرونة. لو انتي مش هتستخدميه في وقتها حطيه في الفريزر في اي كيس عندك. ممكن بعد كده تستخدمي تعملي منه كفتة، تعملي منه محشي، حطيه بقى، اعملي منه اي طبيخ انت عايزاه. المهم ما ترموهوش لان البصل غالي. تمام. هنا كده هنصفيه كويس جدا جدا. لو انت هتعملي منه كفتة تصفيه قوي، متسيبيش فيه مية خالص عشان ما تفكش منك. هنا التوابل بتاعتنا دي بقى توابل اختيارية يا بنات. يعني انا حطيت معلقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، رشة من البابريكا، رشة من بهارات السبعة، ورشة من بهارات الفراخ، وتوم باودر وبصل باودر. تمام. طيب احنا اي نكهة انت بتحبيها او اي توابل حابة تضيفيها حطيها. لو ما عندكيش اي نوع من التوابل دي حابة ان انت ما تحطيهوش، ممكن تستغني عنه عادي، يعني حاجة براحتك. طيب عايزة تستغني خالص عن كل التوابل دي، ممكن تجيبي توابل الشيش طاووق الجاهزة من عند اي عطار. في منها اكياس وفي منها سايب. تمام. بس الاكياس حاليا تقريبا تبع المقاطعة، فممكن تجيبي بقى منها السايب. تمام. هنا هنحط كده عصير نص ليمونة كبيرة. لو الليمون بتاعك صغير حطي ليمونة او 2 على حسب حجم الايه، الليمون. يعني الفراخ بتحب الليمون. وكمان معلقتين كبار كده مليانين من دبس الرمان، ومعلقتين كمان من الزيت، اي نوع زيت عندك، علشان يطري كده معانا الفراخ. هننزل بقى كده بالفراخ بتاعتنا. انا كان عندي اوراق فخليتها، ولو انت عندك صدور ممكن تقطعيها مكعبات، ممكن لو اوراق تخليها وتقطعيها برضو كده قطع براحتك. يعني ممكن تعملي ميكس من الصدور والاوراق، او الصدور لوحدها او الاوراق لوحدها، براحتك خالص، كله ينفع. تمام. هنغسلها غسلة حلوة ونصفيها وننزل كده في التتبيلة بتاعتنا، ونسيبها ربع ساعة عقبال ما نقطع كده الخضار بتاعنا. انا ما سبتهاش، انا قطعتها ونزلتها كده في التتبيلة، وجبت كده العصيان بتاعة الشيش. كنت مقطعة بقى الخضار اهو زي ما انتوا شايفين، فلفل اخضر، طماطم وبصل. لو عندك فلفل الوان بيبقى طعمه جميل جدا. انا ما كانش عندي فلفل الوان، كان عندي قرنين شطة كده اصفروا شوية في التلاجة، فجبتهم ايه، قلت استخدمهم. بس والله كان طعمهم لذيذ. هنا جبت بقى العصيان، وياريت تكوني حطاها في مية قبلها بفترة علشان ما تتحرقش منك. هنا بقى هنرص كده يا بنات الفراخ في العصيان، ووراها الخضار، وتشكلي بقى وانتي بتحطي الخضار، مرة بصل، مرة فلفل الوان، مرة طماطم، مرة فلفل اخضر كده. وتكرري نفس العملية تاني، فراخ وبعدين خضار، لحد لما تملي السيخ بتاعك او العصاية بتاعت الشيش طاووق. وانا هحطهم في الصينية. لو انتي عندك الشبكة اللي هي بتاعة الفراخ المشوية حطي فيها، مفيش اي مشكلة، وقفلي عليهم كده زي الفراخ بالظبط، وحطيهم على صينية ودخليهم الفرن. تمام. انا هحطهم كده في صينية زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وهحط عليهم كمان شوية من التتبيلة. واوعي تنسي الشوية اللي احنا هنحطهم عليهم من التتبيلة. زي ما انتوا شايفين خلصنا بقى كل الكمية اهو. لو عندك وقت ممكن تسيبيهم شوية في التتبيلة. بصراحة انا ما كانش عندي وقت ورصيتهم على طول في الصينية، وحطيت عليهم كده شوية من التتبيلة. عايزة اقول لكم بقى التتبيلة دي خطيرة، خطيرة بمعنى الكلمة، طعمها فظيع.
هنحطها في الفرن. طبعا الفرن لازم يكون سخن جدا قبل ما ندخل الفراخ بتاعتنا. هنحطها تحت خالص ونكون مولعين من فوق ومن تحت مع بعض. لو الفرن بتاعك بيولع من تحت بس ولعي من تحت، وبعد كده لما تستوي ولعي الشواية. شايفين الفراخ بتاعتنا؟ حطيتوا لايك بقى للفيديو وعملتوا لي مشاركة ولا نسيتوا؟ اوعوا تنسوا اللايك يا بنات، واعملوا لي كده مشاركة عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. الفراخ معانا دايبة، خدت نص ساعة تقريبا في الفرن. ولو تفضل معاكم شوية خضار ممكن تحطوهم كده في الصينية مع الشيش طاووق بتاعنا، بعد كده يتشووا وتطلعيهم تضربيهم في الخلاط، يبقى معاكي صوص فظيع.